النهارده ان شاء الله هنعمل لكم عجينه البكاكين. هي الفلاحي المظبوطه اللي هتطلع معانا زي القطن بالظبط. كيلو من الدقيق، وبعد الدقيق هننزل الخميره. اهم حاجه نقلب المكونات مع بعضها، يعني الدقيق الخميره والدقيق مع بعض كده كويس. الحاجه بتاعتنا كده العجان، سكر وملح، ده معلقه ونص سكر كبيره معاهم رشه ملح صغيره، وهننزل بيهم على الحليب الدافي. هنديله تقليبه كده مع بعض كويس. هنا خلاص بعد ما قلبنا السكر هناخد البيكنج باودر. ده البيكنج باودر هنحطه برضك على الدقيق، نديلهم تقليبه برضك مع بعض كده. هنا طبعا كده العجان على الشغل على طول. هننزل بالحليب. العجن هنشتغل على الهادي شويه على كده بالراحه، ندخل كل المكونات الاول في بعضها. وطبعا كده العجينه بتحتاج مننا كيلو من الدقيق، عليه من كوبايتين لكوبايتين ونص من الحليب الدافي. طبعا الحليب الدافي كوبايتين وكوبايتين ونص، ده طبعا على حسب نوع الدقيق نفسه. محتاج معانا معلقه كبيره خميره، ومعلقه كبيره سكر، ورشه ملح صغيره. ده بقى اللي هيظبط معانا بكاكين. ممكن تعملوها زيت بس، ممكن تعملوا نص كوبايه سمنه على زيت، على حسب الموجود في البيت، ده مش حاجه اجباري يعني. تمام. ده طبعا بعد ما نعجنها عجنه كده، يعني تقريبا خلصناها عجن، نفضي ده عليها ونسيبها شويه تتعجن. بس نخلي العجينه بتاعتنا هنوريها لكم في الاخر القوام بتاعها هيبقى عامل ازاي. القوام بتاعها هيبقى طري شويه، عليها الماده الدهنيه. خلاص ما عدناش هنشوف اي تلزيق خالص. وهنقفل العجان، نضربه الاول شويه على البطيء، شويه، بحيث ان هو ما يوقعش مننا حاجه. وبعد كده نشغل السريع دقيقتين بالظبط، وبعد كده خلاص تبقى العجينه بتاعتنا جاهزه. كده العجينه كويسه. طب يا ترى العجينه عايزينها طريه ولا ناشفه؟ طبعا العجينه طريه احسن. شكل العجينه عامل ازاي؟ ده احسن حاجه للعجينه. طلع معانا العيش اللي هو البكاكين حلو جدا. نغطي على العجينه بقى كده ونخليها تخمر، وبعدين نرجع لها تاني. وهنا طبعا بعد ما العجينه خمرت هنبص عليها كده تمام. ناخد قطع صغيره كده تطلع معانا كلها قد بعضها. ونسيبها طبعا تريح شويه. بعد ما تريح نبدا بقى نكمل شغلنا فيها. طبعا هنخلص بقى تقريص، وبعد كده نسيبها نريحها شويه ونرجع لكم تاني. طبعا نحس ان هي عايزه تكور تكويره حلوه كده، تبقى مدوره زي دي كويسه كده، نعملها بايدينا كده. ماشي؟ شايفين تطلع عامله ازاي؟ بس. وده طبعا بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها هنغطي عليها، نسيبها تقريبا نص ساعه ونرجع. بعد ما نسيبها نص ساعه نرجع لها تاني. نبدا طبعا نفرد دلوقتي، بس هنفضل مغطيين عليها كده وناخدهم واحده واحده. طبعا بعد ما نتك عليها كده نديها فرده بالطول، فرده تانيه بالعرض صغيره. اهم حاجه ما نعرضش جامد، يعني ما نخليهاش عريضه قوي عشان تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. بس كده. واللي نلاقيها عريضه معانا مش لازم نعرضها، نديها بس الطول بتاعها بس وخلاص. ازاي؟ احنا كل اللي هنعمله
نتك عليها بس كده. بعد ما نتك عليها نقوم جاي فردينها فردة بالطول، فردة صغيرة بالعرض، ما نعرضهاش قوي، وبكده تبقى جاهزة معانا. نعمل الكمية كلها نفس الموضوع كده. في هنا كمية تانية اهي. نعمل نغطي القماشة ونحط قماشة وبعدين نحط العجينة تاني، ونقوم جاي مكملين الكمية كلها. نكمل الكمية كلها وبعدين نرجع لكم تاني. شوفوا حلاوة الكماق بقى بعد ما طلع من الفرن، حاجة ازاي، حاجة تحفة. شايفين القمر؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين عامل ازاي؟ تحفة، حاجة جميلة قوي. بص عليه من جوه.